أينما كنتم أصدقائي المشاهدين عبر قنوات التلفزيون الجزائري وعبر قناة الشبابية، مواجهة كروية عالمية كلاسيكية نارية لكلاسيكو الجزائر اليوم بين شبيبة القبائل ومولودية العاصمة. أنت هنا لست في الزيغنا لدونا بارك ولا في استاد الاتاتورك ولا في استاد سانتياغو برنابيو، أنت هنا في استاد حسين أحمد بالقبائل يا سادة، في صرح عظيم لنادي عظيم اسمه الشبيبة القبائلية، لون أخضر عميق وأصفر يليق بسمعة نادي كبير بحجم القبائل. كأكثر فريق حقق البطولة الوطنية ب 14 كوبا و2 كأس الشامبيونز ليج افريقيا و3 كأس الاتحاد الافريقي، المولودية ب8 كؤوس في الدوري الجزائري، وكان حقق آخر لقب العام الماضي. تشكيلة الفريقين: حراسة المرمى للمولودية مساوي، غزال عبد اللاوي، موالي، حليمية، زقرانة، بوراس، ثابتي، نعيجي وكبير وديلور. في هجوم المولودية القبائل: برابة، حميدي، مداني، مقدم، معمري، ستار، كانوتي، بودبوز، بوعلي، العمري وبواليا. تنطلق المواجهة وتماسي صلاح المولودية عن طريق اللاعب حليمية، ترجع الكرة عن طريق من هناك في وسط الميدان، يرجع الكرة والكونتر اتاك والهجمة لصالح المولودية الشعبية، العميد والتسديدة والهدف الأول. الهدف الأول لصالح المولودية العاصمية في أول دقائق، في الدقيقة الثامنة على أقل تقدير يسجلون الهدف الأول، يبصمون على أول هدف ويعطون الفرحة للفرقة العاصمية الجزائرية. المولودية حاضرة بتاريخها بثقافتها، حاضرة بشعبيتها وعالميتها، يسجلون الهدف الأول لصالح المولودية العاصمية. أول فرحة في 8 دقائق. ستشتعل اللقاء، سيشتعل اللقاء، ستنطلق المواجهة، سيبدأ أول الرهان، من سيفوز على من في كلاسيكو الجزائر. أعطيني لقطة هذه، أي تمريرة، أي ريكور، أي ربط، أي هدف. الله على هذا الهدف، لم يكن هناك اوفسايد ولا هدف شرعي لصالح المولودية الجزائرية.